بيحكي فيلمنا النهاردة عن طفل صغير قرر يقرب من عدوه علشان يكبر في حمايته، ولما يقوى ينتقم منه. بس المفاجأة بقى لما تعرفوا مين العدو ده. وبيبدأ الفيلم بعصابة وهم قابضين على واحد اسمه سامي، وبيسألوه هو فين ويبقى مين، وبيظهر ان اللي بيدوروا عليه ده عمل مصيبة وهم عايزينه. بيقول لهم سامي انا هحكي لكم حكايته وانتوا قرروا لو عايزين تقابلوه فعلا ولا لا. وبيقول لنا سامي إن قصة بطلنا بدأت من 15 سنة، وبنشوف مركب وسط البحر تشبه كده مراكب الهجرة عندنا، وبينط منها طفل وبيكمل عوم لحد الشط، وبنشوف معاه صورة لست وشكلها كده والدته، وبيكون الطفل قاعد ياكل وبيشوف ست بتطلب فلوس من الراجل اللي شغال عنده علشان ابنها تعبان ومحتاج يروح المستشفى. بس الراجل بيرفض وبيقول لها لسه باقي كام يوم على نهاية الشهر وبيزقها. فبيجي الطفل وبياخد الفلوس عافية من الدرج وبيضربه وبيديها للست وبيعرفها انه ما ينفعش تتحايل علشان تاخد حاجة من حقها. فبتشكره وبتسأله على اسمه فما بيردش عليها، فبتقوله ان في يوم هيكون اسمه كبير وكل الناس هتعرفه، وانه هيكون هو صاحب السلطة في المكان ده. وقتها كان اللي بيحكم مومباي واحد ظالم شيطان بيقتل الناس والارواح رخيصة عنده، ومحدش يقدر يعترض على كلمته غير مراته شارتيلا. واهم حاجة عند مراته ابنها أمار، وكانت بتخاف عليه وخلت جوزها جورو يطرد اخوه التوأم بره المدينة علشان ما ياخدش مكانه، لانها كانت طمعانة فيه لابنها. والكل طلع اشاعة انها قتلته، بس اللي هي قتلتها فعلا المغنية اللي جوزها حبها، ومش بس قتلتها دي كمان حرقتها حية. وبعدها بنشوف واحد معاه سكينة وعايز يقتل جورو، فبيدخل الطفل ده وبياخد سكينة وبيقف قدام الراجل، وهنا بيعجب جورو بالطفل وبيعرف ان اسمه مايكل، وبياخده في عربيته وبيسأله انت انقذتني ليه؟ فبيقول له كنت عايز اتخلص من ابويا. ففكر جورو انه بيتكلم عن الراجل اللي كان عايز يقتله، فبيقول له اعتبره مات ودلوقتي انا اللي هربيك. وبيطلب من سامي مساعده ودراعه اليمين ياخده يربيه معاه. وبتعدي السنين وبنشوف جورو بيتكلم عن شحنة أدوية وسلاح عايز يدخلها البلد، واللي منع دخولها هو إن في خطر عليهم، وأمار بيطلب من أبوه يتولى المسؤولية دي، بس هو بيقول له لا لأن بسببه مات كتير من رجالتهم. وفي الوقت ده زعماء العصابات بيتفقوا يقتلوا جورو، أما جورو بيكون عايز يسلم المهمة الجاية لحد قوي. فبيعرض عليه سامي إنه يقابل مايكل، وبيروح مايكل مع رجالة جورو لمكان التسليم. ولما بيوصل جورو للمكان بيعرف إنه فخ، ورجالته بتهرب وبتسيبه إلا سامي اللي مايكل رفض إنه يخرج من عربيته، ودخل لوحده بأنبوبة غاز لجورو اللي لقاه مضروب من الخونة وبينزف. وبعدها بيرمي عليهم مايكل أنبوبة الغاز وبيولع فيهم وفي المكان، وكلهم بيخافوا وبينزل فيهم ضرب وبيقدر يتغلب عليهم كلهم. وبعدها بيهربوا والشرطة بتاخد مايكل وبيفضلوا يعذبوه لأنهم عايزين يعرفوا هو مين، وما بينطقش برضه ولا بيتكلم. وفي الآخر بيخرجوه، وبيكون رجالة جورو مستنية وبياخدوه معاهم. وبيفضل أمار يضايق فيها علشان يشرب، بس هو بيكسر صوابعه وده حاجة بتضايقه وبتحرجه قدام الرجالة، فبيطلع زهقه عليهم. ولما بيوصلوا لجورو بيقوله إنه أنقذه للمرة التانية، وبيسأله هو عايز إيه منه في المقابل. وبيسأل سامي إن كان متعلم، فقال له زيك كده بالظبط، فعجبه وشغله معاه في ساعتها واداله مكان يعيش فيه وعربية كمان. ومسك مايكل مسؤولية حانة من بتوعه، واللي دايما بيروحوا لها مجرمين بيعملوا خناقات، بس مايكل بيقدر يكسب اللي شغالين لحسابه، وبيبدأ يعرف كل واحد مكانه، ومحدش بيعرف ينطق بكلمة وبيمشوا تحت أوامره. وبيقدر مايكل إنه يضرب واحد بتاع مشاكل وبيوقفه عند حده بعد ما كان بيضايق البنات اللي شغالين عند مايكل. وبيعرف جورو إن غلب أركاي وعايز يقابله ضروري، وبنشوف جورو هو بيأكل حصانه وبيطلب من رجالته إنهم يهتموا بيه بداله، لكن بيرفض لأنه بيخاف على الحصان. وبعدين بيوصل مايكل علشان يقابله وبيسأله أنت ما عندكش احترام لحد؟ عارف أركاي ده اللي ساعدني من أول ما بدأت شغل. قال له أنت لو في مكاني هتعمل نفس اللي بعمله. فرد لو مكانك كنت قتلته مش هخليه يعيش، أنا طلبتك علشان حاجة مهمة تانية. وبيكمل وبيقول له أنا اتكسر سكين في بطني وحاسس بوجعها، لكن معرفش هي فين ومعرفش اللي ضربني فين، بس أعرف إنه راتان، وكمان عارف إن بنته في دلهي وعايزك تدور عليها، ولو لقيتها اقتلها على طول. وبيسافر مايكل دلهي وبيلاقي البنت بتقدم فقرة رقص استعراضي على مسرح، وبيبان إنها شاطرة وموهوبة، وبيظهر حب وإعجاب الناس برقصها وعزفها، حتى مايكل انبهر والجمهور قاعد يهتف ويسقف لها. وبيقعد مايكل تحت بيتها يراقبها
بيراقبها، ولما بيرجع بيته بيقعد يفكر فيها وفي شكلها. وتاني يوم بتصحى بدري تجري وهو كمان بيفضل ماشي وراها، وبيروح وراها الجامعة يراقبها وبيقعد يرسمها. وبعدين بيجي مجموعة شباب يضربوها، فبيضربهم قدام الجامعة كلها وبيقول لها ما تعيطيش طالما مش غلطانة. وبتروح كافيه وهو بيكون وراها وهي بتشوفه وبيقعد يراقبها، وبيكون واضح انه معجب بيها. وفجأة بتدخل عربيته وبتقول له يوصلها في طريقه، وطبعا بينصدم فبتسأله ايه خايف ولا ايه؟ انا مش زومبي. وبتركب علشان يوصلها، وفي الطريق بتقول له انها ما بتحبش الركوب مع اي حد غريب، لكن هو يعني مش غريب. وبتقول له انا اعرفك وعارفة انك بتراقبني بقالك ايام كتير. وبتقدم نفسها ان اسمها ثيرا، وبيقول لها انه مايكل وبيكون هيعمل حادثة لانه مركز معاها بس بيلحق نفسه. وبتقول له يقف هنا لانها عايزة تنزل تجيب 2 آيس كريم فانيليا في السريع كده يعني، لكن بيرد انه مش عايز. بس بتقول له يا عم الحاج الاتنين ليا انا. وبتنزل تجيبه وبتاكل، وبتبقى مستغربة انه مش عايز ايس كريم. قال لها ايه يعني، هو انا هموت لو ما اكلتش الايس كريم؟ وبترد لا انا هقتلك لو ما اكلتوش. فهو اتصدم، بس بتكون يعني بتهزر معاه. وبعدين أكلت الاتنين وركبت معاه ومشيوا. وفي الطريق بتقول له بحذرك ما تحبنيش علشان هتتدمر بسببي. وبيوصلها وبتنزل وبتشكره، وبتسأله لو مش وراك حاجة النهاردة تعالى معايا. وبتاخده وبتدخل المكان وبيقعدوا يشربوا ويرقصوا، وهو بيكون منبهر بيها وبيقعد يراقب رأسها. وبعدين بيسهروا مع بعض لوحدهم في مكان، وبتنام وبتكون قريبة منه وبتضربه بالقلم وبتقعد تتكلم معاه. وبتعرفه انه مش أول واحد تخرج معاه، وانه مش نوعها المفضل، وانها بتحذره انه ما يحبهاش. مش عارف ليه يعني بتكرر الجملة دي، بس يلا ما علينا. وبعدين بيصحى عليها وهي بتقوله انها عايزة المساعدة العاجلة لانها عايزة تروح مكان مهم بسرعة. فبياخد سلاحه وبيفتكر انه لازم يقتل ابوها، بس بيطنش الفكرة دي وبيقرر يساعدها. وفي الطريق بيسألها هنروح فين؟ فبتقوله هقول لك اما نوصل. وبتوصل مكان وبتقوله استنى هنا 5 كده يعني. وبعدين بتنزل وهو ما بيقعدش وبيقرر ينزل، وبياخد سلاحه وبيطلع من العربية. فبيلاقيها قاعدة على ترابيزة لوحدها، فبيقف بره وبعد كده بيدخل المكان. فبتقوله اسفة اني خليتك تستنى، صديقي ما جاش. فبياخدها وبيمشي علشان يوصلها بيتها. وفي الطريق بياخد باله ان في عربية واقفة قدام المكان بتراقبهم، ووقفت قدام بيتها كمان. فبيرجع لها تاني وبيدخل بيتها، وهي بتتفاجئ به وبيتصدم ان عندها راجل كبير. وبيدخل يضربه وبتترجاه يسيبه لان ده ابوها وهو ما بيقدرش يموته، وبتقعد تعيط. وبينقلوا ابوها المستشفى وبيعالجوه. وابوها بيقول له ان الناس كلها مستنيه موت جورو، بس محدش يقدر يقول انه عدو في العلن، وهم استخدموه علشان يقتلوا جورو وحطوا خطه، لكن هو نفذها مع ناس مبتدئه علشان محدش يشك فيه، لكن فشلت. فسالوا مايكل مين المسؤول عن كده، وبيرد مجموعه ناس قالوا انه مش هيتكشف، ولو اتكشف مش هيعرفوه. فمايكل بيمشي من المستشفى والبنت بتقعد تستناه في كل مكان، في البروفا والجامعة وكل مكان، ولكن مش بيجي. وبنلاقي مايكل برضو قاعد في بيته حزين عمال يرسم في صورتها، وبيقعد يتخيلها معاه وجنبه، وبيتخيل كل ما يفتح الباب انها قدامه وانها بتمشي معاه. وبيجي لجورو خبر ان مايكل رفض يقتله، قال له تمام انا هشوف الموضوع ده. وبيجي مايكل وهو على الطريق وحد وراه عمال يشتمه وبيسابقه بالعربية، فبيقف في نص الطريق وبينزل يضرب الراجل واللي معاه، وبيرمي بنزين على عربيته. وبيكون الواد خايف وبينادى عليه وبياخد منه عود كبريت وبيولع في العربية. وبيقول له لو حد سألك من ولع فيها قول له راجل من التأمين جه وولع في العربية ومشي. وبنشوف ثيرا وهي في الجامعة ماشية حزينة ومتضايقة، وبتلاقيه قدامها فجأة، فبتروح له وبتضربه بالقلم وبتقرب منه. وبعدين بيروح يوصلها للبيت وبتسأله هتيجي ولا لا. فبيروح معاها بيتها وبيقعدوا يسهروا ويرقصوا مع بعض في التلج، ومايكل بيشيلها ويلف بيها علشان لزوم الرومانسية يعني وكده. وبعدين بتصحيه وبتعرفوا ان في رجالة في الأوضة جايين يتهجموا عليهم. فبينزل مايكل فيهم ضرب وهي بتكون خايفة عليه جدا، وبتقعد تستخبى في جنبه، وبيجي حد يضربها ويخطفها وهو بيحاول ينقذها، لكن الرجالة بتضربه. فبيقعد يضرب فيهم لحد ما بيضربوه وبيغمى عليه. وبعد يومين بنشوف رجالة وهي بترمي مايكل من عربية في الصحراء، وهو بيقوم يجري ويضرب الرجالة بدماغه. فبيجي الراجل اللي مايكل ضربه قبل كده وهو بيضحك وبيقول له انت اللي اخترت تقتلني واخترت تكون في الحالة دي، انا ما توقعتش منك كده، فانت لازم تكون زعلان على نفسك، وانك قبل ما تشوف ثيرا لازم تشوف الاول واحد مهم. فبيوري له ابو ثيرا وهو مضروب جامد، وبيفتكر وهو بيقول له انه اللي كان عايز يقتل جورو ابنه امار. وبيظهر امار وهو بيتفق مع رجاله يخطفوا مايكل،
وبيجي أبو ثيرا وهو بيرفض 300 مليون علشان يقتل مايكل. فالراجل بيرفض وبيقول له إنه هيولي شخص تاني مكانه يقتل مايكل وإن كل المعلومات موجودة. فمايكل بيسأل على ثيرا فبيقول له في إيه يا عم الحاج؟ ما بتسألش غير نفس السؤال، أنت بتحبها ولا إيه؟ علشان كده خنتنا يعني لأنك بتحبها ورفضت تقتل أبوها؟ هو أنت كده يا معلم بعتنا فإحنا لازم نقتلك. فمايكل قال له اقتلني لكن سيبها تمشي. فبيقول له يعني انت عملت كل ده علشانها؟ انت غبي يا مايكل باشا، خليها هي بقى تقولك بنفسها. وبعدين جابوا ثيرا مضروبة وعمالة تعيط ورموها قدام مايكل وقالوا لها عرفيه ازاي ضحكت عليه باسم الحب وخدعتيه. وبنرجع فلاش باك وهي بتتكلم مع ابوها وبيقول لها ان اللي معاها اسمه مايكل، وهي بتقول له ما يقلقش وهي هتتعامل معاه. وحتى في المطعم قابلته وضحكت عليه وخدعته. وقمر بياخدها قدامه وبيقول لها انت شاطرة لانك قدرت تروضي واحد زيه تحس انه حصان يعني. المهم بيديها مسدس علشان تقتله بس هي رافضة تعمل كده، فهددها انها لو ما عملتش كده هيقتل ابوها. فمسك ايديها وضرب النار والرصاصة جت في مايكل وبتقعد تفتكر كل ذكرياتهم مع بعض ومواقفهم وبتقف مصدومة انها قتلته وكمان بيقتل قمر ابوها وهي بتقعد تعيط. وبعدها بيأمر رجالته ياخدوها المكان آمن ورجالته بيرموا مايكل في البحر من فوق الجبل وهو بيقعد يفتكر وهي بتقوله انه ما يحبهاش علشان لو حبها هيتدمر. وبعد كده بيجي مايكل وهو بيعوم في البحر لحد ما بيقدر يطلع منه اللي هو نجي يعني من الموت بأعجوبة. وبيكون جورو وابنه خايفين وابنه بيقوله انه قتله لكن ما دفنوش وسابوا بدمه في البحر ولو بقى في دم فالسمك هيرجع علشان ياكل اللي باقي منه. بس جورو بيقوله مستحيل يكون مات بالسهولة دي، انا مش خايف عليه، انا خايف عليك انت يا ابني، ما ينفعش يكون عايش بعد اللي عملته ده لو عايش هيقتلك ومش انت اللي هتتصرف، رجالتنا هيتصرفوا ويتأكدوا من موته. وبعدين ابنه بيروح يكلم الرجالة وبيقول لهم مالكوش دعوة بكلام ابويا، انا اللي بدأت الموضوع ده فانا اللي هنهيه وهقتله. وبيجي مايكل بعد ما طلع من البحر وهو بيغير وبيشوف الجرح وبيروح لهم في مكانهم وبينصدموا انه لسه عايش وبيستغربوا طبعا وبيزعق فيهم مايكل وبيسأل على ثيرا اللي بتنادى عليه وبتروح له وبتتأسف له وبتقعد تعيط قدامه وبتترجى يسامحها. فبيقول لها ده مش غلطك، هو غلطي انا. وثيرا بتقول له انا خدعتك لكن ما كانش عندي حل تاني اعمله وما كنتش عايزه اقتلك. مايكل قال لها ما تعيطيش وبتتأسف ثيرا تاني وتالت وعاشر لمايكل وانها ما كانتش صادقه معاه. فمايكل بيقول لها انا لو مكانك هعمل نفس اللي عملتيه. ووصل بعدها قمر واتصدم انه لسه عايش وقال له ابويا كان معايا حق انك مش بتموت بسهوله يعني. وثيرا بقى بتترجاه يمشي بس هو بيقول لها مش انا اللي اهرب. وقمر بيقول له انا هراعي انكم واقعين في دباديب بعض وهقتلكم سوا فما تزعلش. وبيضربوا قمر وبيقول له قول لي عايز تعمل ايه علشانها. وبيفضلوا الاتنين يضربوا في بعض وكان مايكل خلاص هيقتله بس رجاله جورو لحقوه وبيفضل يدافع عن نفسه بعصايه مولعه. وبعدين شاف واحد من رجاله جورو شايل ثيرا ورايح بها للعربيه وبيحاول قمر انه يقتله بس مايكل بيرشق العصايه في قلبه وبيموت والراجل بتاعه أخذ ثيرا وهرب بيها. وبعد كده مايكل راح لسامي علشان يطلع الرصاصة اللي واخدها وبيخرجها منه. وبعدين مايكل كلم جورو فسأله هو ابني مات على ايدك؟ قال له وجا وقتك علشان تخلص كل ذنوبك يا قذر وتشوف الألم اللي تستاهله. جورو قال له انت لعبت بالنار واللي يلعب بالنار لازم يتلسع بيها ويتحمل اللي هيحصل لك يا باشا. مايكل بعد ما خلص كلام قال لسامي يستخبى لأن جورو قال له هقتل أي حد كان قريب منك وطلب منه يخلي باله من نفسه لأنه هو الوحيد اللي كان معاه فبيستخبى علشان ما يقتلوش. وجورو ومراته بيشوفوا ابنهم مايكل معلقه في الساحة ميت قدام كل الناس ومراته بتقعد تعيط قدام جثة ابنها. جورو بقى بيؤمر رجالته ان الراجل اللي هيجيب جثة اللي قتل ابنه هو اللي هيورث الامبراطورية عنه ويبقى هو الزعيم بعده. وبيروح يحرق جثة ابنه وبيدفنها والرجالة بتقول له هو في المراسم انهم مش لاقيين مايكل وبيعرفوا انهم دوروا عليه في كل مكان وسألوا كل الناس عليه ومحدش عرف مكانه. فالشرطي بيقول له اديني امر بس وهنقلب الميدان والبلد كلها عليه ونضربه بالنار زي الكلب وهنرمي جثته في اي مكان. بس هو قال لهم ما حدش يتدخل في انتقامي، اتفرجوا بقى على اللي هيموتوا الايام الجايه يا جدعان. وبيجي الراجل اللي خطف ثيرا وبيكون خايف ان مايكل يلاقيه ويقتله وهو بيقول لهم انهم علشان يعيشوا لازم ثيرا تفضل عايشه. وفجأة مايكل بيدخل عليهم المكان وبيقتل كل الرجاله وبيكونوا خايفين ومرعوبين منه وبيتحايل عليه الراجل ما يقتلوش لكن مايكل بيضربه بكل جبروت وقوه. وثيرا بتعيط له وبتقول له ايه اللي رجعك بعد ما خنتك وكنت هتموت بسببي بعد ما ضربتك بالنار وبتقعد 5 ساعات تقول المصايب اللي عملتها فيه. وبيرد عليها وبيقول لها حتى لو ضربتني بالنار 1,000,000 مرة هرجع
علشانك ومش هسيبك، وبياخدها وبيطلع، اللي هو يعني الحب ولع في الذرة، بس حب جلد ذات بقى. المهم في الطريق بتكون سايقة وأغمى عليهم بسبب الضرب اللي خدوه، والعربية بتعمل حادثة بيهم على الطريق. وفي بيت جورو المعلم بيستغرب ازاي مايكل قتل كل دول وأخذ ثيرا وهرب، ومراته بتتعصب على الآخر وبتقول لهم أنا عايزة جثته وحق ابني. أما شيفا فبيوصل لبيته وبيلاقي مراته بتاكل الفراخ من غير ما تسيب له الحتة الكبيرة، فبيسلم عليها وبيعاكسها شوية علشان مش جعان، وبعدها بيدخل يرد على التليفون اللي بيرن، وتقريبا كده بيدي عنوان للجدع اللي معاه على التليفون. وبتدخل مراته تسأله مين اللي كان بيتكلم ده، فبيقول لها احنا جاي لنا ضيوف فحضري الأوض بتاعتهم. لكن بيظهر من نظرات مراته انها تعرف هو يقصد ايه، وشكلهم هما الاتنين مافيا. وبنشوف بعدها شيفا وهو رايح لمكان عربية مايكل وثيرا، وبيكون مغمى عليهم وفيه جروح في جسمهم، بس لما بيخبط على الإزاز ثيرا بتفوق وبتفتح له الإزاز، وبعدها بياخدهم على بيته في عربيته. ولما بيوصلوا مراته بتستقبلهم وهو بياخدهم على أوضة الضيوف، وهناك بيكتشفوا ان مايكل حالته وحشة جدا لأنه واخد رصاصة في صدره، بس حمدا لله مش هيموت. وبيسأل البنت على اسمه بس هي بتعيط ومش بتعرف ترد عليه، فبيزهق وبيقول لمراته تتصرف وتسكتها لأنه بيتعصب من اللي بيعيط. فبيروح بعدها للسوق وبيتصل بواحد وبيطلب منه أكل علشان عنده ضيوف، وبيعرفه انه في السوق وهيستناه فيه. وبعدها بيوصل الراجل وبيكون معاه شنطة جلد سودا بيديها لشيفا وبياخد الحساب وبيمشي. وشيفا بيرجع للبيت وبيدي لمراته الشنطة اللي بتستغرب انها تقيلة، وبيطلب منها تحضر اكل للضيوف، وهي بتحط الشنطة على الترابيزة والمفروض ان فيها اكل، بس طلع المفروض مرفوض. المهم بنشوف رجالة جورو بعد ما عرفوا مكان عربية مايكل، بس لما وصلوا ما لقوش حد فيها. وفي هذه الأثناء دي بيكون شيفا بينظف عربيته، ومايكل طلع يقعد معاه بعد ما بقى كويس، لكن بيتفاجئ باتنين بيهجموا على بيته بسلاح علشان يقتلوا مايكل. والغريب بقى انه كان هادي جدا وبرنس كده يعني في نفسه، وكأنه كان مستنيهم او عارف انهم جايين. وواحد منهم بيجري على مايكل بسكينة علشان يقتله، بس بيلاقي حد ضربه رجل وموقعه على الأرض، وبيطلع إنه هو شيفا اللي أنقذه، واللي طلع جامد آخر 10 حاجات. ومن بعدها بدأ يضرب في الاتنين، وواحد منهم كان عايز يقتله بسكينة بس هو ضربه، ومايكل كان عايز يقتله بس شيفا قال له عيب أنا لسه مخلصتش، وبيبصيه لمايكل اللي بيديله رجل يوقعه مكانه. فبتطلع ثيرا ومرات شيفا يشوفوا اللي بيحصل، وكان واحد رايح يهجم عليهم، بس مرات شيفا بتديله رجل بتوقعه على الأرض. والظاهر كده يعني ان المدام نينجا زي جوزها بالظبط. فبيدخلوا بعدها البيت وبيسيبوا مايكل وشيفا يخلصوا على الباقي، بس هم تقريبا كده بعد الرجل اللي خدوها من المدام هربوا، وشيفا قال لهم لسه بدري. لكن بعدها بيقول لمايكل يدخل جوه علشان محدش يشوفه، وللأسف شيفا بيلاقي عربيات كتير جنب البيت وبينزل منها ناس كتير كلهم محملين بسلاح أبيض، وبيستقبلهم شيفا وبيقول لهم انتوا شكلكوا كده ما حرمتوش من اللي حصل، وبينادى على مراته اللي بتطلع شايلة بندقية كبيرة وبتنشم بيها على الرجالة. فواحد منهم بيقول لأصحابه انتوا خايفين ولا ايه من واحدة ست شايلة سلاح؟ اهجموا يا شوية مش رجالة. شيفا بقى بيقول لمراته وريهم انت تقدري تعملي ايه، وبيشاور لها على واحد لابس اخضر، فبتنشن عليه وبتصيبه في رجله. وطبعا الرجالة بعدها بيهربوا وبيسيبوا البيت. ولو عايز تعرف قصة الراجل ده ومراته كمل الملخص علشان فيه مفاجأة عنب، واوعى تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. وبالليل بيقعدوا كلهم سوا يتكلموا، بس مايكل مش بيكون معاهم، وبتطلب ثيرا من شيفا انه ياخد باله من مايكل لانها مضطرة تمشي. فبيقولها شيفا ان اللي هتعمله غلط، ولما تفكر ان هي لما تسيبه هيكون بخير تبقى غلطانة. وبيحكي لها شيفا عن قصة طفل اتولد في السجن وعاش فيه لمدة كبيرة، بس لما كبر كان عايز يكتشف ايه اللي بره العالم ده، وامه فكرت انها لما تحبسه كده بتحميه، لكن الطفل قرر يطلع فوق السور ويشوف اللي بره، بس نهايته كانت وحشة. وبتطلع ثيرا من القصة دي او اللي فهمته يعني انها ما تهربش وتسيب مايكل، لانه طول ما هي معاه هو هيكون في امان اكتر. فبتدخل ثيرا تطمن عليه بس مش بتلاقيه في البيت، وبتعرف شيفا اللي بيكون رد فعله بارد اللي هو ايه يعني. وفي بيت جورو بيكون رجالته قاعدين يدخنوا، وفجأة العربيات بتنفجر، وهنا بيظهر مايكل وبيكون معاه الشنطة الجلد السوداء، وبيبدأ يضرب في رجالة جورو بالسلاح وبيخلص على اللي بيقابله. وخدوا بالكم ان ده اللي كان بيفرفر من شوية. المهم لما السلاح بيخلص بيطلع من الشنطة رشاش وبيكمل على اللي فاضل، وفي النهاية بيوصل مايكل لجوه بيت جورو وبيواجه آخر رجالته وبيقتلهم بعد خناقة كبيرة. أما جورو فكان في أوضته وبيتفاجئ ان مايكل داخل عليه مش رجالته، فبيقول له أنا كنت عارف انك جاي وقبل كده كمان، ولك حق تعمل اللي انت عايزه.
بس في النهاية ما تخليش واحدة تضيع العلاقة اللي بينا، انت زي ابني وانا اللي ربيتك. وبنعرف ان جورو اعتدى على ثيرا اللي بيحبها مايكل، ومفكروا انه جاي ينتقم منه عشانها، بس ثواني كده وهيعرف الحقيقة اللي هتشيب شعره على ما اعتقد. بنشوف ثيرا وهي رايحة لمحطة القطر وبيكون وراها 3 من رجالة جورو، وبنرجع لجورو اللي بيحاول يغير مايكل من ناحية ثيرا، وبيقول له ان محدش هيحبه قد ما هو حبه، لكنه كان بيلهيه علشان ياخد مسدس ويقتله. بس مايكل بيكون واخد باله وبيحذره من اللي هيعمله، وبتدخل شارتيلا عليهم ومعاها بلطة وبترميها على مايكل على اساس تقتله، بس مش بتيجي فيه، وبتقول له جوزها انه جبان لانه لسه واقف وبيتكلم معاه بدل ما يخلص عليك زي ما قتل ابنك. وجورو بيقول لها هدي نفسك، ده زي ابني، والكرسي ده له في النهاية، وبيحاول يمسك سلاحه تاني، فبيصوب مايكل على مراته وبيقول له لو خايف عليها سيب السلاح. أما ثيرا بيوصل وراها الرجالة وكانوا لسه هيقتلوها، بس شيفا أنقذها منهم، وبيظهر إنه كان وراها من البداية. وبنرجع لمايكل اللي بيهدد جورو بمراته، بس هي بتقول له أنا ما يهمنيش أموت أو أعيش، المهم تخلص عليها علشان ابني. فبيحقق لها مايكل أمنيتها وبيضربها رصاصة في راسها، فبتخلص عليها، وأنا الصراحة ارتحت نفسيا. وبيقول بقى لجورو بلاش تتخضي كده، أنا كنت جاي علشانها من البداية مش علشانك. وبيزعق جورو معاه وبيقول له انه خانه وهو كان بيعامله زي ابنه، بس مايكل بيقول له لو حد خان يبقى انت، وانا دلوقتي هعرفك انت خنت مين ومين الست اللي هتموت علشانها. وبنرجع فلاش باك لما مايكل وصل لمومباي وراح لمكان جورو وانقذه من اللي كان هيقتله، وهو قرر يربيه. ولما سألوا ايه هدفه في الحياة قال له اقتل ابويا، وبيعرفوا انه هو ابن جينيفر المغنية اللي كانت في البار، هو بقى ابنها. وبالنسبة لابوه فهو جورو. وليه طيب هيقتله؟ هتعرفوا حالا. جينيفر حبت جورو وهو اتجوزها من ورا مراته، لكنها حملت، ولما عرف جورو تعصب وكان عايزها تجهض ابنها، لكنها رفضت لانه كدب عليها وخدعها بحبه، ودلوقتي عايز يسيبها لوحدها. بس بيجيله اتصال في الليله دي وبيكون من مراته اللي قالت له يطلع من البيت لان هي عارفه انه معاها، ولو خايف على نفسه يخرج لانها هتقتلها. لكن جينيفر بتكون سامعه المكالمه من الخط التاني وعرفت انه هيسيبها تواجه الموت لوحدها. وخرج جورو فعلا من البيت، وبعدها شارتيلا ولعت فيه وجينيفر جوه، ومرات جورو كان كل همها انها ما يكونش فيه وريث لفلوس جوزها غير ابنها امار. بس جينيفر قدرت تهرب، بس كان فيه شويه حروق، وراحت لصديقها شيفا اللي كان بيشتغل شرطي في السجن وطلبت منه المساعده، فخلاها تقعد في السجن لحد ما تولد ابنها مايكل. وفي الوقت ده كان شيفا حكى لثيرا عن حياته وحقيقه مايكل انه اتولد في السجن، وان هو يعرفه ورباه لما كان صغير. بس لما عرف ان جورو ابوه وعرف باللي عمله في امه قرر ينتقم منه، وكان كل هم مايكل انه يقرب من جورو علشان يقتله. حتى سامي عرف الحقيقه وقرر يساعده لانه كان يعرف جينيفر وعرف شارتيلا واللي كانت بتعمله. ويوم ما عملوا الحادثه سامي اللي عرف شيا مكانهم، وكل حاجه كان متخطط لها كويس، الا ان جورو اعتدى عليها وده سرع ساعه حسابه مش اكتر. بس مايكل كان ناوي ينتقم على اي حال، يعني اللي بيحصل مش بسببها خالص. نرجع بقى لمايكل اللي عرف جورو كل الحقيقه وقال له انه وعد امه ينتقم لها الاول من شارتيلا وبعدها منه. جورو بيقول له انا كنت متاكد ان فيك دم مني، وعشان كده خلينا نبدا صفحه جديده ونسامح بعض، قول مسامح كريم، وامك يا ابني كانت عزيزه عليا وكده يعني، والكرسي ده هيكون لك في النهايه. وبيحضنه مايكل لاول مره وبيحس جورو انه سامحه، بس مايكل بيقول له لو دمك هيكفر عن ذنوبي انا ما عنديش مانع اقتلك، وهوب بيروح ضربه رصاصتين مخلص عليه. وبيقول له انا مش آلة عشان اسامح، انا مجرد انسان مش قادر ينسى. وبنعرف ان جينيفر انتحرت في النهايه من كتر احساسها بالظلم. وبيرجع مايكل على المحطه وبيلاقي ثيرا مستنياه، واخيرا بيتقابلوا. اما سامي فبيكون لسه مع زعيم العصابه وبيكون خلص حكايته عن مايكل، لكنه بيحذرهم انه هيرجع لهم ويخلص عليهم. وفجاه المكان اللي هم فيه بيحصل فيه انفجار، وبيطلع ان ده اخو جورو اللي زمان طلب منه يسيب المدينه، وبيكونوا توأم. وبيقول لسامي وصل رسالتي لمايكل اني هلاقيه وساعتها مش هرحمه. اما مايكل فبيكون جمع كل رجاله العصابات وتحداهم ان اللي هياخد منه مفتاح المدينه يبقى يحكمها ويدخلوا في مواجهه سوا، مين اللي هيكسبها الله اعلم. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده، وسلام.